بالنسبة للجلسة اليوم أولا قدمت جميع المؤاخذات هذه حول المسار أولا تعطل المسار التأسيسي وغياب دور لجلسة العامة للحوار الوطني في أشغال المجلس الوطني التأسيسي باعتبار اليوم المرة الثانية تجتمع ولم تتحصل على التقرير من لجنة التوافقات ولم تتحصل على حصيلة لجميع الخلافات في لجنة التوافقات، وهذا التقرير العام لم يرفقه السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس مما معناها أفرغ وجعل جلسة الحوار لم يعد لها موضوع نشاط، مما طرح أسئلة أخرى حول المسار الحكومي إمكانية مصداقية الحصول على دستور يوم 12 جانفي. معناها هذه مشاغل عديدة، الهواجس هذه المخاوف دفعت جميع الأطراف للحصول على ضرورة أن يجتمع عاجلا رؤساء الأحزاب المكونة في الحوار الوطني للوصول على حسم في المسائل هذه ويكون خيار واضح وصريح بالنسبة للمسار الحكومي حول تشكيل الحكومة يوم 12 جانفي، وما عدا صدق ذلك خاصة تدخل معنا أحد الأطراف من مكونات حركة النهضة وأكد أنه هذا يمكن صعب جدا لأنه نحن معنيين بالتلازم، وكذلك بعض الأطراف أكدت على ضرورة اجتماع عاجل ما بين رؤساء الأحزاب لحل هذه المسار التأسيسي الذي يبدو أنه متعطلا، وعلى الوتيرة التي يشتغل بها الآن المجلس الوطني التأسيسي يمكن يؤدي بنا إلى أكثر من حتى في مارس مش في جانفي. هو حتى تقرير لجنة الخبراء لم يصلنا بعد، في الحقيقة هما الآن بصدد الانعقاد جلسة الخبراء، يعني نحن في انتظار هذا وذاك. متى اتصلنا بهم ربما اليوم معناها العشية ربما غدا صباحا، فبمجرد أن تسلم تقارير لجنة التوافقات أو الخبراء فننطلق مباشرة في العمل معناها على النقاط الخلافية حتى نبعث بها معناها ربما في شكل وفاقات للجلسة العامة. والله وقع نوع من البلوكاج في الجلسة بتاع اليوم، واقترحنا احنا كحزب حركة الجمهورية عقد جلسة عاجلة لمجلس رؤساء الأحزاب الحوار الوطني، جلسة خارقة للعادة باش يتم وضع فيها النقاط على الحروف نهائيا بالتاريخ وبالتدقيق إلى مآل الحوار الوطني، وإلا باش تولي عملية معناها نجي ونحضروا وثائق ما فماش، حاجات ما فماش، احنا ما نجموش نكونوا معناها شهود زور على مرحلة صعيبة برشا من تاريخ تونس.